مقولة دارجة كلنا بنسمعها يا جماعة. شيء إن زاد عن حده بينقلب ضده، والمقولة دي صح جدا. بس هي أزمتي ومشكلتي كلها إن المقولة دي للأسف بتنطبق على الأشخاص الطيبين قوي، يعني الطيبين بزيادة أو الحنينين بزيادة. طبعا لا، أنا مش منهم، أنا شخص شرير بطبعي. يعني أنا بوجه رسالة فعلا للناس اللي هم قلبهم طيب قوي وصافي ونقي وعلى سجيتهم كده وبيتعاملوا بعفوية وتلقائية. الشيء ان زاد عن حده بينقلب ضده. تلاقي شخص طيب قوي 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 وتلاقيه ان هو بيتعامل بعفويه ويتفهم غلط ويتقال عليه خبيث. الله، طب ازاي؟ هديك مثال. ممكن مثلا انت او زوجتك عندكم مثلا ابن، جبت له هديه او لعبه في عيد ميلاده، والهديه دي فضلت معاه، وانت مثلا بتروح تزور قرايبك او قرايب مراتك او اهلك، فبتلاقي الاطفال الصغيرين، فانت من كتر الطيبه او من كتر الحنيه او المدام من كتر طيبتها وحنيتها بتعمل ايه؟ هي بتاخد الهديه دي تخبيها، على اساس ان لو في طفل مثلا اهله معهمش ان هم او مش مقتدرين ان هم يجيبوا لعبه او هديه لاولادهم، ما يبقاش في جرح للمشاعر او جرح للظروف الماديه بتاعه الاهل او الاقارب. فبتتفهم طبعا لو حد خد باله من الموضوع ده من وسط الاهل والاقارب والجيران والناس اللي هم ما بيبقوش سالكين قوي، فيقول لك يحسبها بسوء نيه، يقول لك شوف داروا اللعبه عشان مش عايزين مثلا الولد او البنت تطلع لعبتها فتتكسر وتلاعب بيها ولاد عمتها ولا ولاد خالتها. انتوا فاهمين انا عايز يعني اقصد اقول ايه؟ فانت اتحول الموضوع من ان انت خايف بحنيتك وطيبتك ان انت تجرح حد او تيجي على ظروف حد او تبين لحد ان هو مثلا مش مقتدر او على قد حاله، مش قادر يعمل حاجه معينه انت قادر تعملها لاولادك، بتتفهم ان هي خبث، رغم ان انت في الاصل كان نيتك كلها سالكه لوجه الله، ان انت قاصد بيها خير جدا وقاصد بيها ان انت ما تجرحش احساس حد ماديا او معنويا. فللاسف يعني فعلا الشيء ان زاد عن حده بينقلب ضده، وبنشوف فعلا الطيبين بزياده قوي بيتضحوا للناس اللي هم مش سالكين النوايا، بيتضحوا ليهم ان هم خبثة قوي. فللاسف في الزمن ده حاجه تحزن بجد. ربنا يعافينا.